سرد القرآن ختمة واحدة لها سر عجيب يقضي الله بها الحوائج ويكفي بها الأعداء. أول ما غفوت دخلت في النوم جاءتني هذه العفاريت طويلة. هذه المرة لا أنا وقفت لهم، فهو هذاك العفريت نفسه استغرب، يعني ليش هذا؟ فهم أن يأتي أنا اللي هجمته، فلما فر هو هرب. هذاك العفريت الطويل اللي كان شبح إلى السماء تحول إلى كلب أسود صغير، إلى أن سمعت صوتا يقول لي دعك عنهم فنحن نكفيك. والله واستيقظت في صبيحتها كأن لم يكن بي شيء. كم من شخص أنا أخبرته هذه القصة كان يعاني من بعض المشاكل والله شفاه. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا. أظن كانت سنة 77 أو 78 ميلادي، أنا كنت 13 سنة. أنا طبعا قبلها بفترة كنت حافظ القرآن، ولكن كالعادة ألعب وكذا وأمشي فصارت لي تجربة حصلت يعني تستفيدوا منها وتعرفوا قيمة ما من الله به عليكم من قراءة القرآن كله مرة واحدة. في يوم من الأيام أتذكر أنه كان شيخ من المشايخ اللي كان يدرس في المسجد توفي الله يرحمه، وذهبت إلى المقبرة، ما أدري هل بسبب ما رأيت من القبر أو كذا. المهم رجعت بعدها كم من يوم وجدت نفسي في حالة من الخوف والقلق ما يأتيني النوم، فظللت أيام يمكن لا يقل عن أسبوع 10 أيام ما نمت فيها لا ليل ولا نهار. وفي ذاك الزمن شيخ ما كانت ثقافة المس والجن والكلام ده مش منتشرة بين الناس أصلا، ما يعرفون. فكل من أشتكي إليه قل له روح يا ولد امشي، اللي ما نام روح يا ولد نام. وبعد الفجر لما أريد أضع رأسي في النوم، يعني طول الليل سهران ما أقدر أنام، في الفجر أريد أنام شوية تأتيني كوابيس وأجسام طويلة إلى السماء وتطاردني وتضربني وأتمنى أنا يا ريتني ما نمت من العذاب اللي يحصل لي بهذه الطريقة، وأنا عمري كما أخبرتكم في هذا الحدود. فما عرفت ماذا أفعل، إيش اللي عندي ما يعرفون الناس. أشتكي إلى الوالد والجماعة الموجودين، لا أحد يسمع كلامي. روح امشي. الآن على الأقل الناس عندهم ثقافة، في حاجة اسمها الإنسان مس أو كذا أو يقرؤون عليه أو عين أو ما في أبدا. فما أدري كرم من الله ألهمني شيء. قلت أنا في نفسي لماذا أنا أعاني من هذا التعب وقلة النوم والأرق والكوابيس وأنا أحفظ القرآن؟ قلت في نفسي إيش فائدة القرآن إذا ما استشفيت به؟ فجئت إلى المسجد، مسجدنا مسجد الوالد الله يرحمه، بعد صلاة العشاء أتذكر جلست وبدأت من أول القرآن، ولم أتحرك من مكاني حتى ختمت القرآن. مش حتى مشيت ورحت، لا، جلست جلسة وأنا ناوي لها أن هذا الأمور اللي العفاريت اللي بتلعوجني دي يا أنا يا هم ما في. وبدأت من أول القرآن إلى آخره في جلسة واحدة، يعني انتهيت مع أذان الفجر. وطبعا الليل هناك طويل،
أنهيت القرآن مع أذان الفجر، وخاطبت ربي، قلت يا رب أنا ختمت القرآن كله في جلسة واحدة، بل وخاطبت القرآن، قلت يا يا قرآن أنت حبيبي، أنا قرأتك كله، لازم تشوف لي حل مع الجماعة دول. فرحت بعد صلاة الفجر أنام كعادتي، ويعلم الله إني أضع راسي وعندي خوف شديد من النوم نفسه. النوم نفسه أنا أخاف منه، هذه بتجيني. أول ما غفوت دخلت في النوم جاءتني هذه العفاريت طويلة. هذه المرة اختلف الوضع. أول كنت لما يجوني أنا أهرب وهم يجرون خلفي ويضربوني ويدوسوا علي بأقدامهم ويعملوا فيه مشاكل. هذه المرة لا، أنا وقفت لهم. فهو هذاك العفريت نفسه استغرب، يعني ليش هذا؟ فهم أن يأتي أنا اللي هجمته. فلما فر هو هرب فجريت خلفه، وفي يدي عصاية غليظة جدا. فتصوروا سبحان الله، هذا كالعفريت الطويل اللي كان شبح إلى السماء تحول إلى كلب أسود صغير، مش كلب كبير كمان، جرو هذا صغير، ويجري وأنا أجري خلفه وأضربه ويروح هنا، إلى أن سمعت صوتا يقول لي دعك عنهم فنحن نكفيك. عمري 14 15 كما قلت والله، واستيقظت في صبيحتها كأن لم يكن بي شيء بفضل الله تعالى. وفي ليلتها جاءني النوم أحلى ما يكون، كنوم العروس. أنت ليش ما وصلت للعروس؟ أو كنوم الطفل في مهده. فكم من شخص أنا أخبرته هذه القصة كان يعاني من بعض المشاكل والله شفاه. فسرد القرآن ختمة واحدة هذا لها سر عجيب، يقضي الله بها الحوائج ويكفي بها الأعداء. لأنك أنت تقرأ القرآن كله بجميع مكنوناته وأسراره. هذه تجربة مرت بي. فهذا الذي أنتم عليه الآن تجربة إن شاء الله تعالى تأخذوها ويعني تنموها بإذن الله، والله تعالى يعني يجعل لكم كلاء وحفاظة. والإنسان في هذه الدنيا معرض لأشياء كثيرة جدا، يعني ما في إنسان سليم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله ما سلم من هذه سحر. أنتم سمعتوا أن النبي سحر؟ يعني في أحد يسلم من سحر ولا من عين ولا من كذا؟ فالله سبحانه وتعالى يجعل القرآن لك كلاء وحفاظة ويحفظك من كل أذى. فاجتهدوا بارك الله فيكم، فلن تجدوا مثل القرآن في كل ما يتعلق. من يريد سعادة الدنيا عليه بالقرآن، ومن يريد سعادة الآخرة عليه بالقرآن، ومن يريد السعادة الاثنين عليه بالقرآن. وإذا تفوقت في القرآن فالله يجعلك متفوق في الدراسة، صح ولا لا؟ إن أكثر المتفوقين في الدراسة هم أهل القرآن، صح؟ هم حفاظ كتاب الله، هذا أمر مجرب. وكذلك فاجتهدوا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير. هذه فوائد فائدة منها تساوي الدنيا كلها. الله يكرمك. يعني مجلس سرد القرآن هذا من فعله فقد عرفه.
ومن لم يفعل الآن بعد قصة الشيخ أكيد أنه يحدث نفسه أنه لا بد أن يعني يكون لمجلس إن شاء الله. إن فاتني هذا الأسبوع الذي قبله لعل الأسبوع القادم إن شاء الله خاتمة الأسابيع والله نعم، يعني نجد العدد يزيد بإذن الله. جزاكم الله خيرا وربنا يتقبل. يا ريتني تقبلوني أنا كمان معكم أسرد القرآن يعني. والله هممت بهذه الفكرة، إن شاء الله أوكل محمد ولا حد يصلي وأسرد معكم القرآن. ما شاء الله، بارك الله فيكم، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عند السورة لا بد من السكوت، أن نذكر الله نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. شباب كلهم ساكتين، اذكروا الله يا شباب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.